احبابي متابعينا في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا. الحلقه اللي فاتت كان الموقف سخن بين فاهم وكوتش، هنكمله النهارده ونشوف هيحصل ايه. يلا بينا. رضا عبد العال مين ياض انت؟ يعني ما تقارنش باي حد. انت الطول يا كوتش تبقى زي رضا عبد العال. كل ما اكلمك تقعد تقول لي هتبوظ البرنامج هتبوظ البرنامج. احنا قاعدين في كافيه مش في برنامج. ايوه عشان انت مش فاهم حاجه. اللي قال فاهم قال عمرك ما تفهم حاجه. لا فاهم بقى. تقدر انت بقى تقول لي تشكيل الاهلي المتوقع لا يلعب ماتش الهلال؟ طبعا دي حاجه سهله خالص. طب قول لي اسمع بقى التشكيله ايه مني المتوقعه الخلاصه وتعالى. طالما هي سهله كده الشناوي في حراسه يا المرمى. كوتش. عندك عبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول ومحمد هاني. وسط الملعب مروان عطيه وديانج والسوليه. وقدامهم هيبقوا مين؟ هيبقى حسين الشحات وبيرسي تاو وراس الحربة بتاعنا كهربا. بواقع خبرتي كده انا اتوقع هي دي التشكيله اللي انا قلتها لك. تقدر انت تقول لي بقى كولر هيعمل ايه يا فاهم؟ اديك انت بتقول دلوقتي 3 ارتكاز، مروان عطيه والسوليه وديانج. هو ما بيلعبش بالثلاثه كده، متهيألي يعني. انما ممكن بقى بدل مروان عطيه يبقى مجدي قفشه. شفت بقى انا فاهم ازاي يا كوتش؟ يا فرفوش الواد ده بيعصبني. قلت لك 100 مره ما تجيبوش، ده هيوقع البرنامج. يا انا هو الواد ده. اعزائي اصدقائي احبابي متابعينا في كل مكان، ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عقبال ما افك الخناقه دي. يلا سلام.